في أجواء التوترات الإقليمية المتفاقمة في الخليج عام 2026 وسط الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن الطاقة والاستقرار السياسي، انتشرت شائعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن إمارة الشارقة تستعد للانفصال عن الاتحاد الإماراتي وإعلان نفسها جمهورية الشارقة المستقلة. المنشورات المثيرة التي غالبا ما ترافقها خرائط معدلة وصور لصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة تتحدث عن حركات هادئة داخل الأوساط الحاكمة وتوترات مع أبو ظبي، لكن تحليل الوقائع والمصادر الرسمية يكشف أن هذه الادعاءات مجرد شائعات غير مدعومة بأدلة موثوقة تعكس أكثر قلقا إماراتيا عاما من انسجام داخلي محتمل في ظل الضغوط الخارجية. بدأت الشائعة تكتسب زخما في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد منشورات على منصة إكس وفيسبوك، حيث يزعم أن الشارقة تسعى للانفصال عن سيطرة أبو ظبي بسبب اختلافات في السياسة الخارجية، التوجهات الثقافية والاقتصادية، وبعض الحسابات تربطها بحركة انفصالية مدعومة إقليميا أو بتوترات تاريخية داخل الاتحاد. ومع ذلك أكدت مصادر إماراتية رسمية ومحللون ألا دليل على مثل هذه التحركات، وأنها جزء من حرب المعلومات المرتبطة بالصراع الإقليمي. خلفية تاريخية: اتحاد هاش تاريخيا لكنه متماسك. يعود تأسيس الإمارات العربية المتحدة إلى عام 71 عندما اتحدت 6 إمارات، ثم انضمت رأس الخيمة عام 72. كان الاتحاد نتيجة اتفاق بين حكام الإمارات الصغيرة لمواجهة الانسحاب البريطاني وتهديدات خارجية. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة لعب دورا محوريا في تعزيز الوحدة رغم التنافس الطبيعي بين الإمارات. شهدت الشارقة أزمات داخلية سابقة، أبرزها أزمة 87 عندما حاول شقيق الحاكم عبد العزيز بن محمد القاسمي الاستيلاء على السلطة بسبب ديون متراكمة، لكن المجلس الأعلى للاتحاد تدخل وأعلن الشيخ سلطان إلى الحكم. هذه الحادثة تستذكر اليوم في سياق الشائعات، لكنها تبرز قوة الإطار الاتحادي في حل النزاعات. الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي يحكم الشارقة منذ 1972 والذي هو معروف بتوجهه المحافظ ثقافيا ودعمه للتعليم والتراث مع الحفاظ على الولاء للاتحاد. الشارقة ثالث أكبر إمارة تتميز بتوازن بين الهوية المحافظة والتوسع الصناعي والطاقي. اكتشفت غازا جديدا في عام 2025، لكنها تواجه عبئا للديون نسبيا، رغم ذلك تظل جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الاتحادي مع التركيز على الثقافة والتعليم كعاصمة ثقافية للإمارات. حرب المعلومات والضغوط الخارجية: تأتي الشائعات وسط حرب إيرانية إسرائيلية أمريكية مستمرة مع ضربات صاروخية إيرانية على مدن خارجية بما في ذلك أبو ظبي والشارقة، مما أثار مخاوف أمنية. أدى ذلك إلى دعوات لرفع الأعلام الإماراتية في المنازل كرمز للوحدة. كما شهد اليمن توترات بين السعودية والإمارات حول جماعات انفصالية مدعومة، مما عزز صورة محور الانفصالية المرتبط بالإمارات لكن داخليا يستخدم لنشر الفتن. في مارس 2026 أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الدولة ستخرج أقوى من التحديات، مشددا على حماية الشعب والمقيمين كعائلة واحدة. أما حاكم الشارقة في تصريحات حديثة فبحث على تجاهل الشائعات والتركيز على الاستقرار والإيمان. لماذا تنتشر الشائعات؟ الشارقة أكثر محافظة مقارنة بدبي وأبو ظبي، مما يثير روايات عن استقلال ثقافي، لكن هذا التنوع جزء من قوة الاتحاد لا ضعفه. حسابات خارجية بعضها سعودية أو معارضة تروج لإثارة الفتنة، خاصة مع دعم الإمارات لجماعات في اليمن وغيرها، مما يعكس توترات إقليمية أوسع. ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب تجعل بعض الإمارات تبدو أكثر استقلالية اقتصاديا، لكن الاتحاد يضمن التكامل. خبراء مثل أندرياس كريغ يصفون الشبكة الإماراتية الإقليمية بمحور الانفصاليين، لكن داخل الإمارات يظل الاتحاد متماسكا. لا توجد تقارير رسمية أو تحركات عسكرية سياسية تشير إلى انفصال حقيقي. ردود الفعل والمستقبل:
أثارت الشائعات ردودا متباينة، اتهامات بالفتنة من إماراتيين ودعم محدود من حسابات خارجية. في المقابل يدعو مسؤولون إلى الوحدة مع مشاريع مثل ميدان الاستقلال في الشارقة التي تحتفل بالتراث المشترك. هل دقت ساعة المواجهة الكبرى؟ ولماذا قررت باكستان إرسال قواتها الضاربة إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الحساس بالذات؟ في تطور عسكري هز الأوساط السياسية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميا عن وصول أسراب من الطائرات إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية. لكن الأمر هذه المرة ليس مجرد تدريب روتيني كما يظن البعض. نحن أمام تفعيل فعل لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي التي تجعل إسلام آباد والرياض قوة واحدة لا تتجزأ. فما هو السر الذي لم تعلنه البيانات الرسمية؟ وهل اقتربت المنطقة من مواجهة مباشرة غير مسبوقة؟ تابعوا معنا هذا التقرير الخاص لتعرفوا الحقيقة كاملة. التفاصيل التي بين أيدينا تؤكد أن هذه القوة ليست رمزية. نحن نتحدث عن طائرات مقاتلة متطورة وقوة برية قدرت بآلاف الجنود، وصلت لتعزيز الجاهزية في القطاع الشرقي للمملكة. لكن لماذا الآن؟ هناك 3 أسباب تجعل هذا الخبر بمثابة زلزال. أولا، بند الدفاع المشترك لأول مرة يتم تفعيل البند الذي ينص على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد مباشر لباكستان. هذا يعني أن المظلة العسكرية الباكستانية بقدراتها المعروفة أصبحت واقعا على الأرض السعودية. ثانيا، التوقيت المريب. يأتي هذا التحرك تزامنا مع توترات إقليمية حادة ومفاوضات نووية متعثرة، وكأن الرياض تبعث برسالة واضحة لكل من يهمه الأمر: نحن لسنا وحدنا. ثالثا، السيطرة البحرية. لا يقتصر التعاون على الجو والبر، بل امتد لنفوذ باكستان كقوة العمل المشتركة في البحار المحيطة، مما يغلق الدائرة تماما على أي محاولات لتهديد طرق التجارة أو إمدادات الطاقة العالمية. الواقع الجديد يقول إن التحالفات التي جرت بين الرياض وإسلام آباد انتقلت من مرحلة البيانات السياسية إلى مرحلة التحرك العسكري الثقيل. فهل نحن أمام ولادة حلف ناتو إسلامي جديد يعيد رسم خريطة القوى في الشرق الأوسط، أم أن هذه التعزيزات هي مجرد خطوة استباقية لمنع حركة وجيهة؟ توجه الأنظار نحو مضيق هرمز الذي يشهد حالة من الاستنفار غير المسبوق. فبعد تعثر المسارات الدبلوماسية بدأت القوات الأمريكية بتنفيذ أوامر فرض حصار بحري شامل، مما أثار ردود فعل إيرانية غاضبة لوحت بإغلاق الممر الملاحي الأهم في العالم. وفي رد فعل سريع أثبت كفاءة المملكة في إدارة الأزمات، أعلنت وزارة الطاقة السعودية نجاح فرقها الفنية في إعادة تشغيل خط أنابيب شرق غرب الاستراتيجي بكامل طاقته التشغيلية البالغة 7 ملايين برميل يوميا، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن الاستهدافات الأخيرة. هذا النجاح التقني والاقتصادي لم يكن مجرد عملية إصلاح، بل هو رسالة سياسية بامتياز، مفادها أن المملكة قادرة على تأمين بدائل نفط لنقل النفط بعيدا عن نقاط التوتر، وضمان تدفق الإمدادات للأسواق العالمية مهما بلغت حدة التهديدات. وبينما تراقب الجماهير السعودية هذه التطورات بترقب، يظل الموقف الرسمي ثابتا: حماية السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار قبلة المسلمين وقاطرة الاقتصاد العالمي.